كنت واقعه قوي. ايه ده احنا ببرنامج ايوه يا دكتور. وفيها ايه لما حتى انت تحبيه وتعترفي فيه؟ ايوه مشكله. لا يا دكتور. لا هو انت لازم يجي إنسانة طبعا ناضجه وبتحبي الرز البرياني، يعني اللي بيحب الرز البرياني دايما عنده الثقافه دي ان هو صريح. ايوه صريحه، بس لازم هو اللي يجي الاول ويتشحتف ويقع تحت رجلي وبحبك قوي وبموت فيك عشان شكل انا اقعد الموضوع جنبيه. العكس يا اسراء. لا والله العظيم هو ده بالظبط. لا انا قلت لها الاول بس عشان احنا قلت لها إيه طيب في مروحين يا الأول؟ دكتور. قلت لها ايه؟ لا انا في الاول في الكويت ما قلتلهاش صراحه يعني. بس انا واسراء كنا اصحاب من زمان، يعني اصحاب من اول ما فالصحوبيه ابتدت تزيد بقى في الكويت، يعني ابتدينا بقى نتكلم على المستقبل وعلى الحياه وفلسفه الكون والحاجات دي اللي هي ايه، اللي هي اسئله تبان ان وراها حاجه. يعني مش الكلام العادي بتاع اليومي، لا اللي هو اسئله انت شايفه المستقبل عامل ازاي وبتحلمي بايه. تعرف ان الاسئله دي وراها لا هستلف فلوس لا هتقدم لها. يعني ملهاش تالت. ملهاش اللي هو بيقرب قوي ده. فنزلنا من الكويت، قعدت فتره برضو كنت بصور وبتاع، وانا برضو مش جريء جرأة الصوره دي يعني، لا قعدت فتره بقى على ما اجمع قوايا واقول. والمشاكل دي الموضوع ده قصدي فيه مشاكل فيه لما تبقوا اصحاب، ان لو الموضوع حصل فيه رفض الصحوبيه خلاص هيبقى فيها حساسيه بعد كده. وانا ناس ايه لما اجي اسال حد فيقول لي طب ما تقول او اعمل، وما بقولش باسم يعني بقول كذا بقى باخد راي انا معجب يا عم قول. طب في حاجات اقول له فيه بس خايف يكون في خيالي وبتاع وانا موهوم بس الحمد لله لما قلت لها اغمى عليها من الفرح. اغمى عليها طبعا حمدي مرغني بيتقدم لها. موضوع كبير. ايه مش صدقت بقى؟ ايه ليه ضحكتي بصيتي هناك؟ قولي. نباتك عادي. مش اغمى قوي يعني بس اللي هو يعني داخت. لا انا واخد بالي. شايف ده كان رياكشن الدوخه وقت ما قلت. طب انت خريجه اكاديميه بحريه مظبوط؟ دارسه ايه؟ ايوه دارسه لوجيستكس. لوجيستيك. اصل لا انا عايزه تقول عشان ما بعرفش اقول اصلا. والله كذا مره. دارسه ايه؟ دارسه اكاديميه بحريه. دارسه ايه في اكاديميه بحريه؟ حاجه علوم السفن دي علوم السفن. ما اعرفش الاسم ده تقيل على قلبي. بتشتغل سمكه يعني. كل ما اروح مثلا اقدم ورق فيزا بتاع وبيملوا البنات والمدام بقى خريجتي اقول له عندك في الباسبور. لوجيستيك. ما بقولش انا دي. طب ده راجل محامي برضه. وبعدين سويسي بلدياتي. ايه ده؟ امال ايه؟ لا انا اول مره اسمع دي. بجد والله. والله. والله انا اول مره اسمعها بجد. ايه ده حضرتك منين من السويس؟ من بور توفيق. ايه ده احسن ناس. بجد يا دكتور عشت في السويس؟ والله العظيم مش عارف عمارة الديدي؟ طبعا. ما ده جدي. بجد والله؟ والله. لا قوم اعمل لنا شاي. اعمل لنا شاي. لا السويسي. بجد شرف لينا والله. لا والله ده انت السويسه كلهم بيحبوك. حبيبي يا دكتور. حبيبي والله. بتروح السويس كتير؟ طبعا اهلي هناك. احسن ناس. لا السويس حبايبي اهل السويس كلهم. جدعان جدا يعني وطيبين. مساء الفل على السويسه كلهم. نمسيهم ونحييهم. انت منين بقى؟ انا اصلي يعني بابايا من الشرقيه. من الشرقيه. بس هي الاصول اللي هي انتساب اللي عمرها ما راحت. لا رحت مثلا 3-4 مرات. خدتها السويس؟ طبعا. رحتي؟ رحت كتير. رحت. اللحظات بقى الجميله في الاول اللي في القناه. الكنال احنا عيب بقى. سويس الكنال بقى قدامنا بقى والشمندوره بقى والحاجات دي. احكي لنا بقى عملت ايه بقى؟ لا احنا تقريبا حظنا مع ظروف الشغل ما خرجناش يعني كتير في السويس. انا ساكن في اول السويس اتجاه القاهره يعني. فما بنخشش جوه كتير ناحيه بورتوفيق والحاجات دي. ما حصلش لحد دلوقتي فرصه ان نبقى قاعدين وكده. وانا عشان بيبقى معايا بقى مراتي فبخاف ايه يعني يحصل بقى تجمع. بس هيقولوا بقى عامل مشهور بيقول تجمع بس يعني ايه خاف الناس تتلم وهي معايا والحاجات دي. فبتجنب الاماكن الزحمه. بس هي بتحب السويس يعني بتحب لان هو غالبا اغلب القاهريين بيحبوا السويس لانها فاضيه يعني بالنسبه لهم البلاد الفاضيه دي حلوه. فهي السويس عشان فاضيه وبتاع هي بتحب الجو ده. اكلك سمك؟ لا والله ولا مره. ايه؟ ما اكلتهاش ولا مره سمك؟ لا ما مونتاج دي هنكمل بعدها. لا يعني فاهمه ان اكلتها انا كده. لا يعني هي بتاكل لوحدها. لا انت مش بتاكلها بايديك؟ لا باكلها بس في السمك عشان بيبقى فيه شوك فسيبها ايه. يعني لا هي انت مش تقول لها كلي يا حبيبتي تروح لها ده على طول يا جمل على طول وتبلع بقى. لا والله العظيم خالص قسما بالله. من يوم ما اتجوزك ما اكلتيش؟ اسراء احنا مش الراي والراي الاخر، احنا اتنين متجوزين في حلقه فنقول نفس الكلام. اسمعي مني. يا دكتور. لا انا بسالك. لا والله ما حصلش. لا خالص والله ولا مره. مش فاهم بس حرام عشان انا بقرف من جلد الفراخ فبيقعد يقشر لي الفرخه وكده عشان
طب مش ده ما مش بيبقاش دي طبيعي. لحظه انسانيه رومانسيه بحته؟ اخدت بالك حضرتك من الجمله بشيلها جلد الفرخه؟ يعني ده مفيش كده. وبعدين بياكلها لك؟ لا. يقشرها بس. ما هي بتكون بتاكل حته بكون بقشر التانيه، انا ما باكلش. الوقت ده يعني كمان على طريقة زي أستاذ سويف بيعمل أحمد بدير. ايوه وانا اكل اكلني الا وانا اكل بايه؟ بس انا فاكر انك انت بتاكل، انت قلت لي بره انك كنت بتاكلها وبتشربها. هي ما بتاكلش نص الاكل، هاكلها يسرا ما بتاكلش غير حاجتين ثلاثه في الدنيا. بتطبخ كويس؟ جدا. ومفاجآت يعني دايما اكلها. يعني بتطبخ ايه كويس؟ اسراء بتحب الحاجات الغريبه، يعني مثلا اكله اكيد حضرتك عارفها اللي هي المغربي، وفي اسبانيا اللي هي الباييه دي. فدي مثلا هي لما كنا في شهر العسل في برشلونه فهي حبتها فما سابتهاش بقى، قعدت تدور، ففجاه رحت البيت. احمد حط لي صور برشلونه مع مزيكا يا احمد. فكرتني ببرشلونه، يلا حط لي برشلونه. مش باين خالص انه جرافيك. شوف ده منظر شهر العسل، شايف السنه مع بقه مع بقها مع الكاسكيته. ما دي صوره مشجعين دي مع ميسي، يعني كان اسمه ميسي. لا ده انا اقول لحضرتك افيه ما حدش يعرفه على الصوره دي او الصور بتاعت. طب استنى احكي لنا الاول افيه عن الصوره دي. انا لابس تيشيرت من ورا جايبه انا من زمان وبتاع، فعليه من ورا نيمار، تمام. وانا داخل بقى الاستاد وبنتصور، ونيمار اتباع من سنين وانا داخل بقى فاهم برشلوني قوي، وداخل بتصور جوه بحساسيه، فلقيت بقى الناس ايه اللي هو يعني ايه ده داخل وعادي جدا وبتاع وبيتصور. فحد جه قال لي ممكن تشتري من هنا تيشيرت بتاع ميسي او حاجه، قلت له لا انا تمام وانا مش فاهم في ايه، فبصيت لقيت نيمار ورا باع من زمن ما وانا ماشي غندور قوي في الاستاد. بس صورة معبرة، بص مزبهلين ازاي. طب انت فتح بقك كده ليه؟ انبهار في استاد برشلونة. منبهر. كان حلو شهر العسل صح؟ قوي والله العظيم. طب كملي. الله. لا ده مش شهر العسل. ده مش شهر العسل، ده إيه ده الصيف اللي فات. الصيف اللي فات؟ هي بص ايه؟ انا مدهون بعباد الشمس. هو ايه ده؟ انا مش فاهم الصورة دي بيشوفوها كده؟ لا لا دي عامله زي اللي هو الفن بتاع الرسامين اللي هو البوهيمي دي. البوهيمي يعني. ايوه. هو انت ده؟ انا بس في الصيف. هو انت دي؟ الله، مش دي نضاره صباح اللي لبستها في شارع الحب؟ صح؟ طب انت هنا بتعملي ايه؟ بتبصي ايه على ودانه؟ لا مش بحاجه مكسوفه. في واوا، كانت في واوا تعور؟ انا كنت عايزه ابوسه بس يعني دي كان مشروع بوسه يعني. صراحه. تمت؟ لا ما تمتش ليه بقى؟ الصوره اتصورت خلاص. الصوره سمعت صوت الصوره تك وخلاص. خلاص بقى. لا جميله الصوره. بص يا احمد، كان شهر بنى على نفسي في الزيت عشان اوصل للكواليتي ده. ده ايه ده؟ الحمد لله الحمد لله. وشعرك شوف شعرك. ده مش شعرك. ما بص عشان تعرف بس ان حضرتك لما اجي هنا بستشور وبلبس، انما ده انا الانسان الطبيعي حياتي العاديه. قلت لك انسان غير طويل. طيب يا احمد وريني يا احمد التاني ايه؟ انتوا ما فيش صوره جايبينها لينا ادميه؟ لا الصور مع الاخر، لا الصور زمان قبل الجواز لا مش عايزينها يا احمد. لا نزلها يا احمد. لا ما تنزلهاش يا احمد. بس مش عايزين فضايح، احنا جايين نلم الشمل مش جايين نولعها حريقه. بس شاوروا على احمد وهي خارجه. شاوروا. انا جايه يا ويزو. القمر ده وحشتيني يا قلبي قوي. انت اللي وحشتيني حبيبتي والله. ايه ده؟ في ايه؟ ايه يا اسراء ده انت هتستهبلي؟ في ايه؟ الواد يجيب قماش التنجيد تلبسيه وتيجي؟ يا كريم ما انا بطلت البس بنطلونات جينز وخلاص سبت التمثيل والمسرح واتحجبت. مبروك. ايه؟ دي باروكه زي صابرين يا جت علينا ولا ايه؟ انت عبيطه، امال هتشتغلي ايه؟ همارس هوايتي المفضله. ايه؟ الرقص.
وسعوا. وحياة امك ما عندكش اخ ليا. وسعوا. الراس ده بتاعنا. وسعوا.